يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمباراة القادمة في مشواره ببطولة الدوري العام المصري بعد التعادل الأخير بدون أهداف أمام المقاولون العرب في الجولة التاسعة. وسيلتقي نادي الزمالك مع نادي الإسماعيلي في إطار منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز يوم الخميس القادم 29 ديسمبر في 7 مساء بتوقيت القاهرة 8 بتوقيت السعودية وقطر على استاد القاهرة، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس. ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز ال16 برصيد 6 نقاط. وسيقود أحمد حسام ميدو نادي الإسماعيلي في المباراة القادمة أمام الزمالك بعد تعيينه مديرا فنيا للفريق خلفا لكارلوس جاريدو. ووضع البرتغالي فيريرا برنامجا فنيا خاصا لمصطفى شلبي استعدادا لمباراة الإسماعيلي القادمة بعد تعافيه من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.